تصريحات كولر المدير الفني للنادي الاهلي، التصريحات المثيره اللي قسمت الناس ما بين مؤيد ومعارض، بالذات في تصريحاته ضد مهاجمين النادي الاهلي. وخلونا نتناقش في الامر ده ونشوف الناس بتأيد التصريحات دي ليه او ما بتأيدهاش ليه. وانا عن نفسي هشرح وجهه نظري في الفيديو ده كده باختصار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب كده على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ونبتدي كلامنا على طول. كولر مدير فني النادي الاهلي، فكره هجومه على مهاجمين النادي الاهلي بصراحه انا شايفها صح. وخلينا اقول لكم ليه. انا قبل كده قلت او كنت قلت هنا في فيديو ان اهلي بيرستاو وسافيو واحمد عبد القادر اخطر بكتير جدا وامتع بكتير جدا من اهلي الشحات وقفشه ومحمد شريف وشادي حسين. وخلينا اشرح لكم الامر كده باختصار. في مباراه غزل المحله ومباراه الاتحاد السكندري، النادي الاهلي فاز بكل اريحيه على الرغم من ان هو ما كانش بيلعب براس حربه، كان بيلعب براس حربه وهمي، وكان الثلاث لعيبه سافيو وتاو واحمد عبد القادر بيعملوا تبادل مراكز. والنادي الاهلي كان زي ما بقول بيقدر يسجل بدري وبيقدر يكون خطير جدا على المرمى وامتع بكتير جدا زي ما انا قلت. تعال اتفرج بقى في مشاركه شادي حسين او محمد شريف او حسام مفيش لاعب او مفيش راس حربه نزل حدث الفارق او عمل الفارق. كولر المدير الفني بقى للنادي الاهلي في حاجه احنا ممكن ما نكونش شايفينها، يعني فكره ان كولر يهاجم اللعيبه بالشكل ده ممكن هو شايفهم في التدريبات فعلا اللعيبه ما بتجتهدش، ما بتطورش من نفسها. انا ما عنديش مشكله على فكره، او اي مدير فني هتلاقيه ما عندوش مشكله في ان اللاعب ممكن تكون فنياته قليله لكنه مجتهد، لكنه بينفذ اوامر المدرب، لانه مثلا بيجتهد اكتر في ان هو يطور نفسه. زي رؤى في الزمالك، رؤى في الزمالك كلنا عارفين وكلنا مؤمنين ان هو مش افضل حاجه وان هو فنيا مش افضل حاجه، لكن الكل شايف ان هو لاعب فعلا مجتهد فالكل بيحترمه. لكن انت بتتكلم عن شادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف، الثلاثه من افضل كانوا من افضل رؤوس الحربه الموجودين في مصر، فالثلاثه المفروض ان هم فنيا عاليين. طب ايه المستوى ده؟ فزي ما بقول ممكن كولر المدير الفني نفسه يكون شايف ان اللعيبه دي ما بتجتهدش فتستحق الهجوم عليه، لان الموضوع خلاص. فكره ان قبل كده خلينا نتكلم موسيماني قبل كده مش كان بيدافع عن اللعيبه دي، ودايما كان بيخرج موسيماني يقول ان لو في هزيمه انا السبب فيها. طب هل اللعيبه دي اتحمست في ان هي تدافع عن مديرها الفني وان هي يعني تعلم فكره ان انت بتدافع عني فانا كمان هدافع عنك في الملعب وهقدر احقق لك الفوز؟ كل ده ما حصلش من لعيبه النادي الاهلي او من مهاجمين النادي الاهلي. فالراجل ممكن يكون الامر خلاص، الامر بقى حتمي، وانت في الاخر كمشجع اللي يهمك مصلحه النادي، لان زي ما بقول اللاعب بيروح وبيجي الف غيره، لكن النادي والمشجع هما الاثنين اللي باقيين. انت بتشجع كوره من وانت عندك 15 سنه لحد ما ربنا يديك طول العمر 70 80 100 سنه، فانت هتشجع جيل واثنين وثلاثه و10، فاللي باقي النادي والجمهور. لكن اللاعب ما اداش اللي عليه يتكل على الله. واللي بيثبت ان وجهه نظري صح، بص الكوره المدير الفني في كلامه عن الشناوي، الراجل دافع عن الشناوي، فالراجل ما هاجمش الكل، بالعكس الراجل ممكن يكون فعلا دافع عن اللي يستحق الدفاع عنه وهاجم اللي يستحقوا الهجوم، لانه مش شايف منهم لا مجهود ولا تطوير ولا اي شيء. فانا بصراحه انا مع تصريحات كولر بشكل كبير جدا، لان هو اللي شايف في التدريبات مين اللي بيجتهد ومين اللي لا، مين اللي بيطور نفسه ومين اللي لا. والراجل زي ما بقول ما هاجمش الكل، بالعكس دافع عن الشناوي وقال ان الشناوي جزء من الفريق واي لاعب ممكن ان هو يغلط والى غيره. فالراجل لو كان عايز يهاجم كان اولى هاجم الشناوي اللي كان الهدف او خطا، الهدف كان خطا منه، بالعكس الراجل دافع عن الشناوي. فالفكره زي ما بقول ممكن يكون الراجل فعلا شايف المهاجمين اللي في النادي الاهلي لا بيجتهدوا في التدريبات، لا بيطوروا نفسهم، ولا حتى بينفذوا اللي بيقولوه المدرب، او حتى فكره ان هم يطوروا، هو شايف نفسه ان هو سايق في الفينش ما بيطورش نفسه فيه. فبصراحه انا شايف الكلام كان مرتب جدا من كولر مدير فني النادي الاهلي، وانا شايف ان هو ما فيهوش غلط، ان زي ما بقول الاهم هي مصلحه النادي. ويمكن في نقطه اخيره بس حابب ان انا اقولها، كولر قالها في تصريحاته والنقطه دي مهمه جدا. الراجل قال ان انا كمدير فني كل مهمتي ان انا اوصلك للمرمى، وده بيحصل فعلا، والنادي الاهلي بيوصل كتير للمرمى لكن ما بيهدفش. وانا قلت هنا في فيديو واثنين وثلاثه وعشرة قبل كده ان النادي الاهلي اهم صفقه بالنسبه له في يناير هي لاعب راس حربه سوبر، لان النادي الاهلي بيوصل كتير لكن ما بيهدفش، ودي هتبقى مشكله كبيره جدا بالذات في افريقيا، وهتبقى مشكله لو خسرت الدوري للمره الثالثه على التوالي. فمصلحه النادي يا شباب او نصيحتي للجماهير، مصلحه النادي هي الاهم والاهم والاهم. ده رايي الشخصي في تصريحات كولر المدير الفني للنادي الاهلي، وممكن تكون وجهه نظري دي غلط. اتمنى ان انتم تشاركوني في التعليقات وتقولوا لي ايه رايكم، ولو مؤيد التصريحات دي مؤيدها ليه، ولو بتعارض التصريحات دي برضو بتعارضها ليه.